مساء الخير. مساء الفل. احنا بنتكلم على العلاقات وازاي ان العلاقات دايما او اوقات كتير ما بتكملش. ايه اللي بيوصل الناس بالذات البنات الى فكرة انا وصلت للعنوسة او انا مش عارفة اتجوز او مش عارفة اكمل ارتباط. في رأيك ايه اللي بيخلي ان الناس بتعرفش تكمل في ارتباط، ما توصلش للارتباط اللي يكمل بعد كده في علاقة مستديمة؟ في أكتر من روت بيودينا للحتة دي. يعني أنا دايما أقول إنه علاقتي بالآخر ما بتبدأش من عند الآخر، أو الكوميونيكيشن عشان يبقى رايح جاي ما بيبدأش من عند الآخر، هو بيبدأ مني أنا لنفسي. جواي. بالظبط. فأنا محتاجة الأول أفهم جوايا أنا إيه اللي وداني عند الحتة دي، لأنه بيبدو في الآخر إن أنا مثلا بدخل في أكتر من علاقة أو ببذل مجهود في علاقاتي، بس في النهاية بوصل عند نفس النقطة وكأنها بيبان مختلفة، ده أخضر ده أحمر ده منقوش ده مش منقوش، بس بيوديني عند نفس البوينت، بوصل عند نفس النقطة إن العلاقة بتفشل أو بتبوظ، أو حتى إن أنا ببقى خايفة أساسا أدخل في العلاقة. ده بيبقى راجع إلى إن أنا عندي هيستوري طويل من زمان دخل لي إنبوت، إنه كأن كده مخنا بيتعامل مع الخبرات اللي احنا مرينا بيها عاملة زي الكود اللي بيدخل في مخنا وبيتشفر. فواحد من الأكواد دي إنه مثلا حب زائد تعلق زائد أمان يساوي ألم. فمخنا لأنه بيشتغل لصالحنا أو هكذا يعتقد، فهو بيبقى عايز يجنبني الألم ده. يتجنب الألم بالظبط. فحب زائد تعلق زائد أمان يساوي ألم. مع ان هما 3 معاني، حب تعلق امان، 3 معاني جميله او 3 معاني توحي انها حاجه كويسه. بالزبط. ولكن مخي بيبدا يكود ان ال3 دول اللي هما شكليا كويسين بيجيبوا لي انا. بالظبط. ده بيبقى جاي نتيجه خبره سابقه انا عشتها زمان، بس لانه مخي مش حاططها في الوعي، هو حاططها ورا، يعني كانه كده حفظها انه دي بتساوي ألم، فخلي بالك. فوكأن بقى عندي نبوءه ما ان انا هبقى لوحدي، لانه دول لو موجودين هيبقى في ألم، فانا هبقى في الاخر لوحدي. فوكأن هو عايز يثبت لي حقيقه ده، دي النبوءه بتاعتي اني هبقى لوحدي، فيوديني ناحيه مسارات تخليني فعلا لوحدي، علاقات مش مناسبه مستحيله. فابقى مثلا شايفه ان هو ده حلم حياتي فيه، وده اكتر حد فاهمني، وده اهم حد في حياتي، واكتر حد بينا common ground، بس هو اكبر مني ب20 سنه ومتجوز ومن ديانه مختلفه. فالاقي اني بنجذب ناحيه علاقات مستحيله، هي مش هتحصل، مش هتكمل. ده واحد من الروتس اللي بتوديني، او واحد من الاشكال اللي الروت بتاعها هو ده. الاشكال بقى مختلفه ومتعدده، يعني ممكن ده يبقى شكل من الاشكال بالطريقه اللي انا قلتها، ممكن شكل تاني يبقى ان انا ماليش في الكوميتمنت، انا مش عايز ابقى بكوميت لعلاقه واحده. طيب قبل ما ندخل في ان انا مش حابب اكوميت، خلينا في الاولين اللي هو انا بدخل نفسي في علاقه مستحيله. طيب انا دلوقتي في العلاقه المستحيله دي اللي هي الاخر بيقول انا مش قادر اكمل، او انا مش هكمل، او انا مش عايز اكمل، او حتى لو ما قالش الظروف كلها بتقول لي كده، ويجي لي علاقه عاديه، واحد خبط على الباب، انتوا عندكم ناس، انا عايز اتقدم، انا جاي من الخليج، اتجوز في اسبوع وارجع. فايه القرف ده، انا مش عايزه اتجوز كده، انا مش عايزه. طب ما هو انا كنت عايزه علاقه، وعايزه علاقه فيها امان واستقرار وكذا، والشخص ده جاي بيقول كده، ايه اللي بيخليني اقول لا انا مش عايزه ده، انا عايزه افضل في العلاقه اللي هي مستحيل؟ ده مش شبه النبوءه اللي في مخي اللي احنا اتفقنا انها ما بتبقاش ظاهره قدامي. يعني انا الألم الكبير اللي أنا تعرضت له ده واللي مخي عايز يحميني منه، هو مش هيوديني لمنطقة الأمان. يعني منطقة الأمان دي مش منطقة راحتي، لا، المنطقة التانية اللي شبه التعريف اللي في مخي اللي أنا مش مدركاه. وعشان كده احنا في الثيرابي بنقعد ندعبس عشان نجيب ده، عشان نجيب الكود ده، هو اتحفر ازاي، اتكون ازاي، فبالتالي بقت اختياراتي عاملة كده. فأنا لما أشوف المنطقة الآمنة اللي فيها كل حاجة، الشخص اللي جاي داخل من الباب الواضح جدا المباشر جدا، ده بالنسبة لي لا، ده ممل، ده هيقيد حريتي، ده مش مريح. فهلاقي مخي عمال يطلع لي القطط الفطسانة في الشخص ده.
واني مش هبقى مرتاحه له، على عكس الشخص التاني اللي ممكن يبقى بيقولها لي كده ان انا لا، انا مش، على فكره انا ماليش في الجواز مثلا، انا مش عايزه اكمل، او انا لا، علاقاتي انا مش واثق في نفسي كفايه ان انا هقدر ان انا ابني بيت او ان انا ادخل في علاقه طويله المدى. فده هو اللي بيجذبني. احنا بنعرف اصلا ان الروت ده موجود عندي لما بنجذب للشكل ده من العلاقات، لما بشوف ان العلاقه مستحيله وده يجذبني، واكني بنجذب لصوره ذهنيه انا حطاها من الاول للعلاقه. كان في فيلم اسمه Into the Woods، تجميع كده للابطال بتاعه الافلام بتاعه البرنسس وبتاعه سندريلا على ريد رايدنج هود على مش عارف ايه. وبعدين كان الامير المفروض واحده منهم عندها مشكله، وبعدين تقول له انقذني، لا مش قالت لهم انت يور برنس تشارمينج، انت المفروض الامير الجذاب يعني. لا انا جذاب بس انا مش شجاع ومش مهتم ان انا انقذ حد يعني. فاكن الصوره بتاعت الامير الجذاب مش شرط تبقى الصوره بتاعت الشخص اللي هعرف اعيش معاه. بالظبط. واوقات تانية ان احنا بنبقى، انا بقولها كده انها عامله اكني عامله فريم كهرباء للشخص اللي انا عايزاه بالمواصفات المعينه. اي حد بقى يعدي على الفريم ده لازم يعدي من غير ما يتكهرب، ولو لمس الفريم ده يعني اي حاجه بره المعطيات اللي انا حطها يتكهرب ويموت. ايوه صفر. خلاص مش عايزه ده، وهو يخرج من حيز تفكيري في ان هو شريك محتمل للحياه. بالظبط. لمجرد ان هو مش ماشي في الفريم بالظبط اللي انا حطاه، العلاقه مش ماشيه بالشكل اللي انا حطاه بالظبط. الفكره انه الفريم ده بيبقى غير واقعي اصلا، يعني بيبقى كاني كده عايزه حاجه تفصيل مش موجوده في الحياه، مش موجوده، بس انا بسعى جاهده ان انا الاقيها. واول ما المح باب من بره في شكل من الاشكال دي، فبيبدا قلبي بقى يدق والحياه تتملي فراشات والدنيا تبقى وردي وجميله. بس اول ما بدخل بلاقي ان هي النبوءه، والله هي لانه دي حاجه متكرره جدا وبنشوفها كتير جدا. فانا بجري ورا النبوءه اللي بتقول انت مش هترتبطي، لان الارتباط او التعلق والحب والامان فيهم الم. فالاحسن روحي للعلاقه اللي مش هيبقى فيها دول عشان تتجنب الالم. لا، الاحسن ان انا ما ادخلش اصلا العلاقه. يعني انا بفضل الم، كأن النبوءه دي بتقعد كده زي الماجنت تلم دلائل انه ده حقيقي، خلي بالك ده حقيقي. فمخي يحميني بقى بطرق مختلفه، يا اما انا ازق العلاقه من قبل ما تبدا، يا اما انا اتجنب ادخل في علاقات اصلا، يا اما ابدا ان انا اتعامل بسلوكيات غريبه. فده يوديني عند ان يبقى برضه لوحدي، مع ان انا ما بين قوسين، ما بين ان انا بقول انا مش عايز ابقى لوحدي. بالظبط. بس اللي انا بعمله يخليني ابقى لوحدي. بالظبط. طيب بس لو انا مش ببقى مدركه ان اللي انا بعمله هو اللي بيوديني كده، انا ببقى شايفه الاخر بيعمل معايا ايه. حلو. عشان ننقل بقى الحته اللي انا مش مدركاها اللي هي في اللاوعي بتاعي اللي هي النبوءه دي، ابدا اشوف ان انا بجري ورا النبوءه دي، اعمل ايه؟ محتاجه ان انا الاول كده ارصد، ابص هو انا بعمل ايه دوري، ايه مساهماتي في ان انا اوصل للحته دي. يعني واحنا بنتكلم كده انا متاكده ان كذا حد هيرفلكت الكلام على نفسه، فهيبدا انه يرصد هو ايه اللي بيعمله بيوديه عند نفس النقطه في كل مره. ولو رصدت ده في نفسك او في نفسك، ما تقولش او ما تقوليش لا بس انا مختلف، القصه مختلفه. هو النمط خطوط عريضه مش تفاصيل صغيره. فلو الخطوط العريضه موجوده هو عندك، ما تقعدش ما تفاصلش بقى كتير. بالظبط. لانه دماغنا برضو بتمانيبيوليت، يعني انه لا بس ده مختلف عن فلان، لا بس ده مش متوفر في كل الحاجات، لا بس مش للدرجه دي. لا، هو احنا بنسميه باترن لما بيبقى متكرر وبنوصل لنفس النقطه في كل مره، حتى لو من بره الاشكال مختلفه، حتى لو من بره السمات مختلفه، حتى لو من بره الظروف مختلفه، فبنوصل عند نفس النقطه، يبقى ده باترن. فواحد ان انا ارصد الباترن او النمط اذا كان موجود في علاقاتي ولا لا. بالظبط. 2 ان انا ابقى مدركه كويس قوي ان انا اول ما الشخص ده انجذب له وتحصل دي بتاعت الشراره بتاعت الحب الفظيع والاحساس بتاع الانجذاب الخطير ده، هو ده نمطي، فاعرف كده ان الموضوع ابتدى يشتغل. فده اللي انا ابعد عنه.
مش ده اللي انا اقرب منه. فانت لانه بتقولي بلاش العلاقات اللي بتحسسني بالشعلة التعلق دي، بالظبط. بلاش ان انا اروح لها لو ده الباترن بتاعي، لانه انا غالبا بنجذب ناحيه ده اللي هو في الاخر بتبقى علاقه مستحيله. يعني بيبقى فيه اشارات كده بس انا بتجاهلها، مخي بيتجاهلها، مش بيبقى مركز معاها خالص. بعد ما بيدخل لعمق شويه بتبدا تتضح اكتر، بتبدا تبقى مزعجه جدا بالنسبه لي، او بيبدا الشخص اصلا يزقني لو هو شخص ملوش مثلا في الكوميتمنت، فبتبدا تتضح بزياده. بس بدايتها كلها واحده، بدايتها من عند الشراره الفظيعه اللي بتبقى بادئه دي، لان انا بسيب منطقه الامان وبروح ناحيه البراكين والزلازل. ده بالنسبه لي منطقه امان، لان انا متعوده ان علاقاتي بالشكل ده فيها خد وهات، فيها شد وجذب، فيها مش عليلة كده. فالامان مش منطقه راحتي. فلو انا فعلا عايزه علاقاتي تكمل محتاجه امشي عكس النمط بتاعي، عكس الشكل اللي انا بروح له دايما. انا وانت بتتكلمي سرحت في الحته دي بيولوجيا بتبقى جايه ازاي. لان هو لما العلاقه اللي بالشكل ده بتتخزن في مخنا، بتتخزن في حته ليها علاقه بتخزين الذكريات والمشاعر، اللي ما بيبقاش فيها تحكم كبير من العقل الواعي. وبالتالي لما بيتكرر نفس النمط تاني، المشاعر الهادي بتروح وبتطلع بقوه، لانها بتطلع من حته سب كورتيكال او تحت المخ اللي هو اللي بيفكر، فبتبقى قويه جدا لانها بتبقى بدائيه شويتين ثلاثه، فبتبقى قويه جدا. وعلشان هي قويه فبتخلينا احنا ما نعرفش نشوف النمط بتاعها بسهوله. فبعد المرحله بتاعت لو لقيت ان انا ماشي بقى في نفس العلاقه، انا محتاج اوقف ده واحط شروط تانية بقى للعلاقه اللي هعرف ادخل فيها بيني وبين نفسي الاول. ده مبدئيا يعني انا محتاجه اقعد قاعده مع نفسي كده، اعيد فيها حساباتي وتقييمي لاختياري. هو انا بختار على اي اساس اصلا؟ وهل المعايير اللي انا حطاها دي معايير واقعيه ولا معايير غير واقعيه؟ نقطه التفصيل، الشخص التفصيل اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، هو ده واقعي اصلا ولا غير واقعي؟ هو ده نفس التفكير اللي بيوديني عند نفس النهايه، نفس البوينت اللي هي الاغنيه الشهيره بتاعت معارف والنهايه واحده. فاحنا نلف ونرجع عند نفس البوينت. فانا محتاجه اقعد مع نفسي واعيد تقييم اختياري ده بناء على ايه اصلا، فابدا اختار اختيار مختلف. وده جزء كبير من اللي احنا بنعمله اصلا في الثيرابي، انه احنا بنخش بقى جوه البني ادم نفسه. يعني هو الشخص بيبقى جاي عشان انا عندي عطله في علاقاتي، اكشلي العطله دي بينك وبين نفسك الاول، فده اللي محتاج يتحل الاول، وبالتالي اللي بيخليك تختار العلاقات اللي بالشكل ده بالظبط. فوانس ان احنا رحنا ناحيه الروتس، فده هينعكس بالطبيعه وبالضروره على الفروع اللي طالعه، فهتبقى الكواليتي اوف لايف بتاعتك افضل بكتير، والكواليتي اوف ريليشن شيبس بتاعتك افضل بكتير. المره الجايه بقى هنتكلم على الخوف من الكوميتمنت، والكلمه بتاعت انا خايف من الكوميتمنت، مش عايز اكمل الكوميتمنت. فالمره دي اتكلمنا على الدخول في النمط وتكرار النمط اللي بيوصلنا في الاخر الى ان العلاقه تبوظ. المره الجايه نتكلم على الخوف من الكوميتمنت. شكرا جزيلا. لا